زينب لفت يم حسين لكن قاضى بالهم. زينب لفت يم حسين لكن قاضى بالهم. تقل حسين يا ابن امي علي من هالفزع ملتم. تعنت لي يا اهل الخيمة وتفسر الصخر والنتام. طبت قعدة قبالة وعلى الخدين دمعته. تقل عليك ظل امك المظلومة ومصيبته. هالوادم لفت تريد شحنة كل فجاج البيد. إنه يولا عندي يزيد واشوف بكثر عج الخيل وادي كربلاء غيم. يا نور العين سولف لي علي من تجرها الرايات. واشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنات. قلب بوجل يا ابن امي، قلب بوجل يا ابن امي عليك وعلى واشم بعد. يا نور العين سولف لي قلبي خايف على ام وحدة ابتلت مثلي عسى لا جيت للكوفة ولا الشعر المحرم. ويلي يا ويلي من سمع حسين، يا ويلي من سمع حسين حن وسالت عيونه. يا ويلي من سمع حسين حن وسالت عيونه. يقلها خاف اسولف لك وجهك ينخطف لونه. شتله وشتله البيت يا خويا القوم يردونه. ولابد ما تشوفيني فوق الثرى مقطعيني. يا زينب لا تنوحيني وعينك علي تمنى لو شبت بالمخيم. تقل الكاتبك يا حسين، تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا. يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت علينا. تقل الكاتبك يا حسين من الناس شاوينا. يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت علينا. تقل خمل بعونك وسدر للوطن بينا. يقلها ما يخلوني اسدر بعد بضعوني. ونيتهم يكتلوني ولابد ما تشوفيني وش
وجاءته يركب احدى اثنتين وقد صرت الحرب اسنانها. وجاءته يركب احدى اثنتين وقد صرت الحرب اسنانها، فاما يرى مذعنا او تموت نفس ابا العز اذعانها. بجمع من الارض سد الفروج وغطى النجول وغيطانها، وطى الوحش اذ لم يجد مهربا ولازمت الطير اوكانها. هذا لون، لكن يقول جاءت وقائدها العمى والى حرب الحسين يقودها الجهل، بجحافل بالطف اولها واخيرها بالشام متصل. ملء القفار على ابن فاطمة جند، ملء القفار على ابن فاطمة جند، وملء قلوبهم ذحل. اليوم تكاملت الجيوش، واليوم ظافرت الايدي، واليوم ظهرت معجزة في العراق. واي معجزة؟ معجزة هي الاولى والاخيرة من نوعها، معجزة فريدة في الحقيقة، معجزة تآلف وتضافر الايدي واكتظاظ الصفوف على حرب ابي عبد الله الحسين. والا الكوفة ما كانت معروفة بالتجمع والتكتل والتآزر قبل ذلك وبعد ذلك مثل هذا اليوم ابدا. هذا اول تجمع يصير واول اتفاق كلمة، ولذلك الحسين سلام الله عليه خص الكوفة بهذا الدعاء، لانه متى ما اتحدت كلمتها ما تتحد الا على باطل، وما تتآزر الا على ظلم الاخرين. قال اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا، لانه اجتماعهم مخطور وتآلفهم مشبوه. قول عافية مدينة كوفة من يوم تأسستي ما عرفتي ساعة واحدة من دهرك، ساعة واحدة من عمرك، من يوم تأسست الكوفة وأسس سعد بن أبي وقاص إلى قبل معركة الطف بلحظة عرفت الكوفة تتضافر تتآزر تتآخى أبدا. جابوها من سعد بن أبي وقاص إلى سعيد بن العاص إلى أبي موسى الأشعري إلى أمير المؤمنين، اختلاف وفتن ودس وتضارب وتشاتم وتسابب، ما اتفقت كلمته الا تحت راية عبيد الله بن زياد لسوء حظها ولسوء طالعها ولسوء توفيقها، وتركت عارها على اجيالها وتركت سبتها على ابنائها. ولذلك الحسين سلام الله عليه عجب من تضافر الايدي وعجب من اتحادهم، ولذلك خصصهم بهذا الدعاء: ولا ترضي الولاة عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. الهي مرة ثانية لا يجتمعون دولة، الهي مرة ثانية لا يتحدون دولة، الهي يجعل كل واحد معدهم تحت نجمة من النجوم. اليوم تمت ايفاد كتيبة ب1000 محارب بقيادة شمر ابن ذي الجوشن من الكوفة، هذه جاءت الى كربلاء للسيطرة على معسكر عمر بن سعد ولضبط المعسكر. مجنون عبيد الله بن زياد، بنى اكو هناك شيء، كل شيء ماكو، فوت شيء ماكو ابدا. عمر بن سعد في صبيحة هذا اليوم طبعا ينتظر الاوامر اللينة اللي راحت تخطو خطوتين الى الامام اذا الحسين خطى خطوة.
الخطوة ذيك اللي خطاها الحسين خطوة واحدة، كملها عبيد عمر بن سعد خطوتين بعد صارت 3، فهو ينتظر من عبيد الله بن زياد خطوات مضاعفة، بلكت راح تقارب وبلكت ينصرف ذاك الوقت عمر بن سعد الى منطقة دستوبي. اتقول على الحسين سلام الله عليه، حرف كلمة عن الحسين. الحسين يقول لهم دعوني اذهب في ارض الله العريضة، خلوني امشي، او سيروني الى ثغر من الثغور، او انصرف من حيث اتيت الى المدينة. نقطة من ذن النقاط الثلاث اختاروا. عمر بن سعد ايش قال؟ حرف الكلمة الاولى، النقطة الاولى عن الحسين، المادة الاولى، يقول لعبيد الله بن زياد الحمد لله الذي اطفأ النائرة وجمع الكلمة. وانتهت المشكلة. هذا حسين قد اعطاني شروطا 3، ان يذهب الى يزيد فيضع يده في يده. اذا علامة خرج. اذا لماذا خرج؟ خرج الحسين يمتحن نصيبه، خرج الحسين يمتحن بأبي وأمي مستقبله. الحسين طلع من المدينة على اي اساس؟ الحسين طلع من المدينة هازل ام مجد؟ طلع من المدينة يشوف اهل الكوفة يجتمعون يقودهم، ما يجتمعون يبايع يزيد. زين، ما الى عبرة في ابوه، ما الى عبرة في الحسن، ما الى عبرة في من تقدم على الامام امير المؤمنين، ما الى عبرة في من تأخر عن الحسن من الحكام الامويين. ولذلك المؤرخين من ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى كلهم ينصون ان هاي الخطوة مفتعلة على الحسين مختلقة عليه، وهذه سواها عمر بن سعد، وذلك لتليين وتلطيف جو عبيد الله بن زياد. بلكت يسرق من عنده، بلكت عمر بن سعد يسرق من عبيد الله بن زياد فرد امر. وعلى القاعدة الامر الجديد تطور الاوضاع حينئذ. وإلا عقبة ابن سمعان الله سبحانه وتعالى خلى هذا يطلع من معركة الطف حتى يبين قضية الحسين. يقول صاحبت الحسين من المدينة الى مكة الى العراق ما سمعت ما يقول الناس منه. شو ما افتهم هذا الحكي، ما افتهم منين جاي، شو ما سمعت من الحسين شيء. شو الناس يقولون انه اضع يدي في يد يزيد. هو لماذا طلع اذا؟ لماذا خرج من المدينة اذا يضع يده في يد يزيد؟ قال بلي دعوني اذهب في ارض الله العريضة، خلوني اطلع. شلون تطلع ابو علي؟ انت فرد عادي؟ انت فرد من سائر الناس تطلع؟ انت في بيتك بنتي ازدجرت، والشعب الفارسي محادث للعراق وقريب من ارض كربلاء، وفي الكوفة كذلك من الحمر حوالي 40,000 نسمة من الفرس، وذولا تجمعهم رابطة بالحسين، رابطة الصهرية ورابطة العداء للدولة القائمة بذاك اليوم، زياد وعبيد الله ويزيد ومعاوية. شلون تمشي؟ انت زعيم امة، انت قائد امة، انت ممثل الاسلام، انت ابن بنت رسول الله، انت ابن فاطمة، انت سيد شباب اهل الجنة، انت ابي الضيم، انت ابي الذل، انت ما تأبى، انت تأبى الذل. شلون يخلوك تطلع؟ ذولا ابناء زواني، ابناء مزابل، يردون يفرضون عليك ارادتهم ويردون يرغموك على التنازل لهم لإذلال الأمة بعد ذلك. ولا هم مو غايتهم إذلالك، هم يردون يجعلوك عبرة، هم يردون يجعلون ما عندك مدرسة إلى الآخرين، حتى الدولة ذاك الوقت تمشي وتمضي إلى ملايين السنين، يصيرون أبناء شمس، أبناء السماء يصبحون. شلون يخلوك تذهب في أرض الله العريضة؟ ذاك اللي يذهب في أرض الله العريضة وفتحوا له الطريق اللي ما إلى حيثية، اللي ما إلى مقام، اللي ما إلى منزلة من الإعراب. مو أنت اللي بإمكانك تهز الدنيا وقد هززتها وقد فعلت بالفعل. أنت في مصرعك قلبت العروش، فكيف في حياتك؟ هذه سواها عمر بن سعد. قلت لك عمر بن سعد غايته إصلاح الطرفين،
والتئام الشمل حتى من كربلاء ويطلع، من كربلاء ويعرج منك ينصرف. الرسالة وصلت الى عبيد الله بن زياد، قرأها عبيد الله بن زياد، اول وهلة ارتاح لها ثم ارتاح بعد ذلك، ارتاح لها وقال الآن وقد علقت مخالبنا به. شوف هذا السافل الآخر، الآن وقد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. الحسين ما يرجو النجاة، الحسين مو جاي للنجاة. يا سليل الأدعياء، الحسين جاي للنجاة؟ انت مخالبك علقت بالحسين، انت تمكنت من الحسين والحسين يرجو من عندك الآن السلامة، يرجو من عندك تطلق صراحة. ولكن هاي كلها اماني، مخادعات، سراب، هذا يبلف نفسه ليس الا، يخدع نفسه ليس الا. الآن وقد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. على كل بهذا الإغراء من عمر بن سعد لعبيد الله بن زياد صار بناء يصطاد من عنده تنازل. انت لو ما شمر افرض عبيد الله بن زياد ينخدع ان مخالبه قد تغرزت في ثورة الحسين وانه تمكن من الحسين وان الحسين الآن يرجو النجاة. افرض هالفكرة الداعب مخيلة عبيد الله بن زياد بهالاثناء، هل مخيلة هذه العفنة الخرعة وهالآمال وهالأفكار اللي داعبت عبيد الله بن زياد، ممكن عبيد الله بن زياد بهالظاهرة هذه يخطو خطوة، يقول لك عمر بن سعد استفيد من هالخطوة هذه واشكلها بالمرغز، ملتفت تصبح ملف وتنتهي المشكلة. بعدين ايش ما يرضي حدث الشيء يقع وانا ما موجود، ما مسؤول تاريخيا. عمر بن سعد هم يشعر ان وراء تاريخ ووراء اجيال تحاسبه، مو ما يشعر، مو واحد صبي واعمال صبيانية قام. يجوز عبيد الله بن زياد ما يشعر، ولكن عمر بن سعد ما يصير ما يشعر، 71 سنة عمر الرجل. على اي حال، شمر بن ذي الجوشن قاعد، شمر بن ذي الجوشن عنده رقابة دقيقة على عمر بن سعد، تحصيل جميع تصرفاته وجميع حركاته وسكناته. شنو الغاية من ذلك؟ شمر لويش؟ شمر بن ذي الجوشن حقود، يحسد عمر بن سعد على ولاية الري المزعومة، ولذلك كان يحب ان يحتل مقام عمر بن سعد وان يقوم بدور عمر بن سعد حتى يستحق ذاك الجزاء، حتى يذهب الى الري. ولذلك يدور سقطات عمر بن سعد، ويدور شطحات عمر بن سعد، ويدور شذوذ لعمر بن سعد، يجمعهن وحدة وحدة ويقدم عبيد الله بن زياد، بل كثيرا الامور تحمل عبيد الله بن زياد على عزل عمر بن سعد، تنتهي المشكلات. ولذلك عمر بن سعد اذن سقطاته اللي كان يتصورها شمر بن ذي الجوشن اذن ما وصل لعبيد الله بن زياد، مع العلم ان عبيد الله بن زياد هو الواجب ان يطلع عليه اذن قبل شمر بن ذي الجوشن. شو يظهر من هنا؟ يظهر ان زعماء الجيش وامراء الفروع وقواد الاجنحة الخمسة ذولا باجمعهم والعشائر المزدحمة على قتال الحسين كانت ترتاح لأي اجتماع ومفاوضات تجري بين الحسين وعمر بن سعد. هم كذلك متوحلين، هم كذلك متورطين، ولا زال اكو متسع من الوقت يتمنون كانوا اهل الكوفة ان اي التئام يحدث، ان اي اتفاق يحدث، ان اي تقارب يحدث. ولذلك حتى الجواسيس اللي راجعين لعبيد الله ابن زياد على حركات عمر بن سعد جمدوا انفسهم وما كاتبوا عبيد الله بن زياد بالموضوع، او ما عدوا تصرفات عمر بن سعد بتقاربه مع الحسين واجتماعه مع الحسين نصف الليل على بساط واحد، ما عدوها سقطة من السقطات ولا شطحة من الشطحات. فعبيد الله بن زياد منين يدري؟ وحي خميزي يدري عن طريق وكلاء مرتاحين كانوا لها الظاهرة هذه.
شمر بن ذي الجوشن لا، شمر بن ذي الجوشن الوكيل اللي عنده اللي يراقب موقف عمر بن سعد ما يحسب الشمر بن ذي الجوشن شيء، وانما نخوة او صداقة او راتب او شيء او اي شيء اخر، فكان يكتب المني الى شمر بكل ما يجد. قال له يا امير هاي الرسالة شو تقول؟ ما تقرأ لي اياها بالله. قرأ لي اياها. قال الحسين انتهت قضيته راح يجي. قال له انت ما تعرف اهل هذا البيت، معرفة كلام اهل هذا البيت يحتاج لمدرسة ويحتاج لعلم ويحتاج لسابق اندماج معهم، يكون سايرهم قبل هذا وتعرفهم. زياد ابوك يعرفهم، انت ما تعرفهم. زياد ابوك يعرفهم، انت لقوك بوابات البصرة وشاب انشأت بالبصرة ومن بعد علي بن ابي طالب، انت ما تعرف علي وما تعرف اهل هذا البيت. قال ابين لك يا امير الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله، وهذا رصيد شعبي هائل مثل ما يقولون اليوم. الثانية دعوة الحسين. شنو دعوة الحسين؟ الى العدل، دعوة الحسين الى الرجوع الى ظلال الاسلام، ظلال القرآن، وهذه هم دعوة ثانية محببة ايضا للنفوس. دعوة الحسين ان لا سيد ولا مسود كما رأينا في حكم علي بن ابي طالب، ما رضى ينطي للاعيان والوجوه فلس احد ولا داهنهم ولا جاملهم، وانما كان يقول وهو على المنبر القوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى اخذ له الحق. قال له ما كان فارق بين اسود وابيض وسيد ومسود ورأس وذنب ابدا. وهذه دعوة يقول له يا امير تعرفها بالكوفة ايش قد تطرب لها النفوس وترقص لها القلوب. الثالثة يا امير الحسين وراء شعب اخر شديد طالع وهم الفرس، هذول موتورين من احتلالهم وسقوط دولتهم واستعباد بني امية لهم ونقش العبودية على اكفهم، ولذلك هذول متوترين غاية التوتر. ثم اكو صهرية بالبين بنتي يزدجرد ماخذين الحسين، واحدة متوفاة وواحدة موجودة. وهذا هاي نقطة يجب ان لا تغفل. 40,000 نسمة من الفرس في داخل الكوفة نفسها، يسمون الموالي ويسمون الحمر، غير العنصر المحادد المقارب. قال له اذن النقاط يجب ان تحسبن 1000 حساب وحساب مو حساب واحد. قال له ثم الحسين اذا صح ان هاي العبارة مالته واذا صح ان هاي الخطوات اليه، اعتقد ان الحسين غايته من هاي الخطوة الخاطئة تمديد الوقت لا اكثر ولا اقل، فك الحصار عنا. ثم قال له يا امير على اي قاعدة تخلي الحسين يذهب في ارض الله العريضة؟ ارض الله العريضة لوين يروح؟ للفرس، لايران، يروح لمصر، يروح لافريقيا، لاي مكان يروح. هذا بمجرد يروح نفس ابيه بين جنبيه، اذا ما يريد يحكي ما يريد يقول كل شيء الا يقول كلمة واحدة انا ابن بنت رسول الله ونافيني من بلد الى بلد. هو هذا كافي في كهربة العواطف، هو هذا كافي في رج الاعصاب. قال له ثم ظلمك وظلم امثالك يا امير. يصير تقول له ظلمك وظلم امثالك يا امير، تخرج اناس اذا هم مو شيعة والا يتشيعون، واذا هم مو قريبين لاهل البيت والا يتقربون. تعالي اقاسمك الهموم تعالي. قال الرأي شنو؟ قال الرأي نقطة واحدة، اذا كان الحسين صادق في قوله وهذا الكتاب صح عن الحسين، نقطة واحدة، ينزل على بلاطك على حكمك. يجيب عمر بن سعد مكتف هو واصحابه واهل بيته، ايديهم مجموعة الى اعناقهم. هنا صحيح، ان شئت قتلت وان شئت حبست وان شئت نفيت وان شئت سلمته الى يزيد. شنو غاية شمر؟ فنك شنو غايته؟ يعرف شمر بن ذي الجوشن ان الحسين ما يأبى ما يتنازل وما يقبل واحدة من هاي المواد ابدا، فاذا ما قبل يعني التوتر، اذا توتر
يعني واحدة من اثنين عمر بن سعد، اما ان يقاتل واما ان ما يقاتل. ما يقاتل يحصل الغاية مالته شمر بن الجوشن، خبط الماء ليس الا. عبيد الله بن زياد كان نائم واستيقظ على حد رأيه، بناء نايم واستيقظ، في حين كان مستيقظ ورقد مات. هذا محضر السوء. هذول قعات الفي، هذول وامثال ذول المنطوين على انفسهم الحاقدين على البشر، هذول وامثال هذول. هذا وامثال اذا جلس بمجلس او بمقهى او بمكان مجلس البطالين وتكلم لك كلمة واحدة ربما يدمر اسر وعوائل من اولها واخرها، وهو لا يدري ماذا يصنع، او احيانا يدري ماذا يصنع وماذا يقول. اتحول وجه التاريخ رأسا على عقب بمحضر شمر بن الجوشن. عبيد الله بن زياد قال الشمر لله ابوك، الرأي رأيك، الفكرة الصائبة فكرتك، والمنطق منطقك. التفت للكاتب ماله قال له اكتب. اجت الخطوة هاي الثانية معاكسة لجميع رغبات عمر بن سعد. ايش كتب؟ من فلان ابن فلان الى فلان. على كل، اما بعد فاني ما بعثتك الى الحسين لتمنيه السلامة ولا لتقعد له عندي شفيعا. انظر اذا جاءك كتابي هذا اعرض عليه النزول على حكمي، فان ابى فناجزه القتال الحرب، فان انت مضيت لامرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وان انت ابيت ذلك فخل بين الجند وشمر بن ذي الجوشن، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام. قال للشمر اخذ الكتاب، ألف محارب وياك، هذول ساعة الساعة قوة وسند إلك، ربما يحرك العسكر عليك فتضعف، وعمر بن سعد يسوي فرشق آخر. هذول ألف، هذول هم مأمورين بأمرك، يمتثلون امرك لاخر نفس. عمر بن سعد تلكأ تردد، اضرب عنقه ابعث الي برأسه، جوابا بعد ما يريد، وانت الامير على الجيش كله، وجميع ما وهبنا عمر بن سعد يرجع لك. وهاي بغية شمر وهاي امنية شمر كانت. ظلت القضية نجاح شمر وفشل شمر على ضمير عمر بن سعد متوقف. طلع شمر اجاه اليوم، شو وقت؟ عند الظهر، اجا رأسا ويا الألف، طوق لك سرادق عمر بن سعد، دخل جوا عمر ما هو، وين عمر؟ قالوا للأمير في النهر في العلقمي يسبح هناك، دنيا حارة. علي به اجا الغلام دريد على ظهر جواده، وصل الى النهر، شاور عمر بن سعد. عمر بن سعد بسرعة ارتبك بعد، لبس ثيابه ودرعه وتدرع وتسلح وكذا وركب فرسه واجا لولي سرادق. دخل على شمر واذا بشمر جالس ويا جماعته والالف مطوقين. سأل عمر بن سعد شمر ما الذي جاء بك؟ اخرج له الكتاب، انطى الكتاب، قرأ الكتاب، اتلكى عمر بن سعد، قال له يا شمر احسب انك الذي تركته، احنا سوينا فرد عمل نصلح بها هاي الامة ونجمع الشمل ونحقن الدم وتنتهي هاي الازمة، تنتهي هاي الامور، واحسب ماكو الا انت عكست الموضوع. قال له الان رأيك ما تقول يا امير؟ تمتثل امر اميرك؟ قال بلى، لا كرامة لك، انت على الرجالة وانا على الخيانة. فشلت قضية شمر، ولكن ارتكب الجرم اللي يكون ارتكبه. هذا الحكي لما انتهت القضية، لما تنظم الجيش زحف الجيش، لوين جت؟ بعد شمر موجود،
عمر بن سعد بعد ماكو ولا مقام تخيير وتردد، زحف عمر بن سعد. الرجال بقيادة شمر والخيال بقيادة عمر بن سعد. صار الزحف من جميع جهات الحسين واطرافه، مو من طرف واحد. يعني دائرة اخذت تضيق، حلقة اخذت تضيق شيئا بشيء. الحسين وين؟ الحسين قاعد على باب خيمته محتبن بسيفه على باب الخيمة، تعبان الحسين متعب، هومت عيناه بالنوم. زينب وراء سمعت صهيل الخيل وزعقات الرجال، طلعت بيدي يوم تفتش عن الحسين، شافت الحسين راقد على باب الخيمة ماخذ النعاس، وضعت يدها على كتفه حركته. اخي ابو علي نايم غاتي، ابا عبد الله انائم انت وقد دنا منا العدو. الحسين فتح عينيه، شاف زينب مرتبكة مخطوفة اللون، قال يا زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان. لا يذهبن بحلمك الشيطان، انصرفي اخي. انصرفت زينب. الحسين دعا العباس قال له اخي ابا الفضل اركب بنفسي انت. عماء وشيوخه طبعا ذول اهل الحل والعقد والاراء والاشاره والتدبير، ذول اختلفوا. جماعه قالوا له مهله ماكو، يوم النزول يوم القتال الان، حتى المغرب تنتهي المشكله، حتى الصبح احنا بالكوفه. فرقه اخرى لا الين، قالوا لو كانوا من الترك او الديلب وسالونا هالمساله هذه لكان الواجب علينا ان نعطيهم مهله، بل كان عندهم راي اخر، بل كانت اكو فرد مقدار خطوه تجي فلتتضاعف امور، تتطور امور. توازنت. شمر ينتظر من عمر بن سعد يتصرف تصرف يعجب من عنده سقطه. عمر بن سعد ساكت حتى لا يقولون باشر، لا يقول شمر لعبيد الله بن زياد. تطورت الامور بسبب عمر بن سعد كان كاره لقتال الحسين، وهو ايد الفرقه التي قالت بالهدنه. فواحد قاعد للثاني وواحد ناصب للثاني، الى ان تبلورت الامور. عمرو بن الحجاج الزبيدي صاحب رفيع صوته، يا سبحان الله يا سبحان الله، افيطلب ما عندكم هذه المولى الليلة هذه ثم لا تعطوه؟ لو كانوا من الترك او الديلم، شوف العبارة سنجي لها، لو كانوا من الترك او الديلم وسألونا هذه المسألة لوجب علينا ان نمهلهم، فكيف وهم من قد علمتم. سكت، ما يقدر يحكي اكثر من هذا. فكيف وهم من قد علمتم، يعني ابويا ما نقدر نحكي. وهل ينطق من فيه ماء، يعني جوا القضية بويا لو ترك ذولا، لو هنود ذولا، لو زنج ذولا يسألونا هالمسألة، احنا بابكم ننطيهم مهلة؟ احنا مو جايين نسفك الدم مثلا شو تقول لهم، باب ننطيهم مهلة؟ فكيف وهذولا تعرفوهم وتعلمون من هم. ما يقدر يقول ابن فاطمة بنت رسول الله كذا كذا تنحسب عليه بس. قلت لك رجحت هاي الكفة، عمر بن سعد وافق مع الجماعة. الفرقة الاخر قلنا اعترضت على عمر بن سعد، يابا مباشر دولة يصبحون بالقتال الحسين واصحابه. احنا نعرف ان الحسين ما يتنازل، نعرف ان الحسين ما يضع يده في يد عبيد الله بن زياد، فاذا باشر باكر من الصبح حسب القتال واقع. الظاهر عمر بن سعد بالغباء قال لو كنت اعلم ذلك لما امهلتهم ساعة واحدة. غبي، يتغابى مو غبي، يتغفل مو غافل، يتبسط مو بسيط، ما يعرفوه. كان ايش قال شمر بن الجوشن؟ قال له نفس ابيه بين جنبه والله لن يمد يده الحسين الى ابن زياد. حكي هذا
هذا حكي. قلت لك الجامل ويا شمال من الجوشن صار الاتفاق. صاح المنادي يا حسين، هذا الحكي اليوم العصر، يا حسين انا اجلناكم عشية هذه الليلة الى غداة غد، فان نزلتم على حكم الامير سرحنا بكم والا ناجزناكم الحرب. شق هذا النداء على الحسين، يعني صام وثقل على الحسين. العباس رجع، الانصار رجعوا، الخيل رجعت الى مراكزها السابقة، تراجعت عن تلك الاراضي التي احتلتها. الحسين نهض قال لهم قوم بعد قاعد معكم. اول خطة اتخذها الحسين سلام الله عليه، المعسكر ماله صغر الدائرة مالته، لانه افراد قليلين مدافعين قليلين، نيف 70. نيف 70 تحتاج الى نقطة فقط، صفر، يحتلوها يدافعون عنها امام هذا الجيش بحر متموج متلاطم. ادخل الخيم بعضها بالبعض الاخر، قام يطاردها. اليوم 9 وبكرة 10، وطبعا بكرة ما كنا نمجي، والنهاية اليوم هذا، والمصرع بهذا اليوم مش. على كل حفر الحسين خندق حول مخيمه، ادخل الخيم بعضها بالبعض الاخر، الاطناب يعني اقدر اقول لك بعد مقام القعدة نومة باغلب الخيم ماكو، لان السواية كلها تدخل بعضها بالبعض الاخر، فمعناه الخيم مربوطة بعضها بالبعض الاخر، كتلة من خيم صارت. تصغير دائرة قدر الامكان، خندق دائرة مدائرة، وشحن الخندق بالحطب حتى يصير الصبح النيران تلتهب. وبات انصار الحسين واهل بيته ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد الى الصبح. اي مرة تدبير شؤون، مرة عبادة، او خلال العبادة تدبير شؤون، او بثنايا العبادة تدبير امور، او بثنايا التدبير عبادة، والتدبير هو جزء من العبادة. على كل هذا امر الرجال. امر النساء منه الصبية والاطفال ما يشعرون الا بالالم المباشر لهم بس. شعدنا باقي النساء، باقي النساء مخدرات، الواجب كله ملقى على عاتق مرة واحدة. فإن كن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. الله سبحانه وتعالى جمع في شخص الحوراء كل أنواع البطولة والثبات والرجولة. زينب ما هدأت ولا استقرت أبدا، رجل عند الأنصار، رجل عند الهاشميين، رجل عند العابدين، خطوة عند الحسين. تجي مرور خاطف تفتر لولب، وهاي الليلة الجاية زينب لولب، الليلة الجاية من بعد هاي الليلة ليلة 11 بعد المأساة والفاجعة وأول واجباتها وأول جهادها. إذا أكو عندنا شيء زينب ليس إلا. اجت أول الليل مرت على الحسين، شافت أبو علي عاقل مخلي الشمعة قدامه، مسرة شمعة، وقاعد يحد السيف ودموعه تتحدر على كريمته ووجنته. بالخيمة واحدة، الخيمة اللي بطف خيمة الحسين زين العابدين طريح بها. زين العابدين يقول انا سكتت، سمعت ابو يتكلم هكذا سكتت، علمت ان البلاء قد نزل. زينب استمعت، جاية تتعلم زين العابدين، تفتقد زين العابدين. سمعت الحسين يصلح سيفه ويقول له يا زمان يا دهر اف لك من خليلي. كلمة تضجر، يا دهر اف لك من خليلي، كم لك بالاشراق والاصيل. كم مرة تشرق،
ايش مرة تغيب، كم مرة تغيب. والدهر لا يقنع بالبديل، وانما الامر الى الجليل، وكل حي سالك سبيل. سيدنا زين العابدين امام الحوراء علمت، صاحت وثكله من الخيمة، صاحت من خيمة زين العابدين: اخي ابا عبد الله تنعى الينا نفسك، الليلة هاي تخبرنا بوفاتك بدنو اجلك، ليس الموت اعدى من الحياة. وقعت الحوراء مغمى عليها. الحسين ترك سيفه وقام بأبي وأمي، بسط ذراعيه كفيه تحت ظهرها وحملها إلى المخيم، إلى أن انتبهت زينب. قالها زينب اشتغلنا، هاي صارت أولها. زينب وراك واجبات، قالت الأخرى شو تقولين شو تسوين؟ قالت له: يا خليفة الماضين، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت امي فاطمة. الى امك ارتاحت. اجى علي الاكبر يدور على حبيب، لقى حبيب. قال له: عمي عندي فرش شغلة وياك هنا. جاء بحبيب اوقفه من ناحية. قال له: يا عم عندي رأي احب تخبر بي ابي الحسين. قال له: وما هو؟ قال له: العدو كثير واحنا نادي قليلين، والوقت هالوقت تشوفه والتطويق صار. اريد ما عندك تكلم ابي الحسين ان يصالح القوم وينصرف الى المدينة. شي يريد علي الاكبر؟ يمتحن حبيب مظاهر. حبيب مظاهر علم وعالم هو. قال له: بل ما يخالف، هذه لا باس بها، ولكن عمي هذا مو يمي، انا عمري 80 سنة، باشر يصير الصبح امشي، الزم الطريق وامشي، فاذا ذهبت ذاك الوقت انت تتراجع ويا الحسين ويا ابوك، تعرفون تكليفكم، تردون تظلون تردون تمشون، مو يمي. اما انا شايب وطاعن بالسن، والحياة بعد ايش تفيدني، وانا باكر ماشي، باكر اقاتل ما ثبت قائم سيفي بيدي، فاذا قتلت يؤول الامر اليك يا ابن اخي، تعرف تكليفك، تريد تظل تريد تمشي تمشي. تبسم علي الاكبر. زين، هاي صورة. الحسين يفتش سلام الله عليه التلعات والاكمات. يجي نافع ابن هلال الجملي: نافع اسلك ما بين هذين الجبلين تنجو بنفسك. نافع يجاوب بما هو مسموع: سيدي سيفي ب1000، فرسي ب1000، لا ادعك حتى يكل عن جرير وعن فريد. نافع رجع مع الحسين. الحسين يرجع الى خيمته، طريقة مر على خيمة الحوراء زينب، بالطريق مر على خيمة الحوراء. الحسين دخل، نافع ظل حارس بالباب. سمع زينب قامت جابت وسادة للحسين اثنتها، جلس ابو عبد الله. زينب قعدت يمه، قالت له: اخي يا ابا عبد الله، هل استخبرت اصحابك نياتهم؟ اخشى عليك ان يسلموك عند الوثبة واصطكاك الاسنة. شنو المانع؟ هاي كوفة وذولا كوفيين، انت امتحنهم ذولا مجربهم. تبسم الحسين قالها: اخي زينب، بلوتهم لهستهم فما وجدت فيهم الا الاشوس الاقعث، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل عند محالب خويا مصفعين ذولا اللي 8 ايام، واللي كانوا وياي بالطريقة ما امتحنته، ذهب تيزاب صافي. اطمئني زينب، اهدئي، من هذول لا تخافين ابدا. نافع واقف سمع، قال: سبحان الله، بنات رسول الله الى الان وجلات من عندنا، خايفات من عندنا. هرول نافع لوين؟ الى خيمة حبيب مظاهر الانصار. طب واذا بحبيب قاعد يقرأ القرآن، اتصرم المجلس كل من راح على شغله. حبيب قاعد يقرأ القرآن. قال له: حبيب تعال اسمع كلمات الحوراء زينب وهي تمثل النساء. اشتحشي زينب، ثم قص عليه القصة من اولها واخرها. انتفض حبيب، صعد على اكمة من الارض، صاح برفيع صوته: يا ابطال الصفا، يا فرسان الهيجة،
تطالح الانصار والهاشميون معا، يقدمهم ابو الفضل رامي العمامة من على راسه مناديا لبيك لبيك حبيب، لمثل هذا الوقت ادخرني والدي. امر حبيب، ايش عندك اكو شيء؟ قال له سيدي اذهبوا الى مخيمكم لا سهرت عيونكم، وياكم انا مالي شغله ويا جماعتي. انصرف الهاشميون الى مخيمهم. الانصار اتجمعوا، حكى لهم القضية من الاول للتالي، قصة نافع. قال لهم يا ابي اقل فرد استعراض قدام زينب، فرد هوسة قدام زينب، فرد جولة قدام زينب، حتى تعرف زينب احنا مو كوفيين، انطهر سمعتنا اقل. معي خلفي جاء اخوه يخبط بهم الارض الى ان انتهى الى خيمة الحسين، ولهم زجل بركوا على باب الخيمة. وصاح حبيب بن مظاهر الحسين بيدي امي انتبه، زينب انتبهت، الانصار جايين شهدهم. صاح حبيب بن مظاهر السلام عليكم اهل بيت النبوة، السلام عليكم اهل بيت النبوة، معدن الرسالة مختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم ابوا ان يغمدوها الا في جماجم اعدائكم. زي الحسين التفت الى زينب قال اخويا ترى القضية انت سورتيهم، ولا هذول ما عندهم امل يطلعون من الوقت هذا، قومي وكلميهم الحكي لك. قامت الحوراء مؤتزرة بازار امها سيدة النساء، وقفت وراء السجف، صاحت وعليك السلام يا حبيب، انسبوني معرفة من انا ابنة الضارب بالسيفين، انا ابنة الطاعن بالرمحين، انا ابنة المصلي ذي القبلتين، الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، هذا محلكم يا للشيم، هذا محلكم يا للشيم، هذا محلكم، للمعوز ما نذكر امامكم. صوت ليل، صوت الليل يوصل، سمعها ابو الفضل، خرج يعدو اليها حاف القدمين مكشوف الراس بيده السيف. شاف هي الانصار متجمعين على باب خيمة زينب، تلقاهم زينب، تحشمهم زينب. صاح زينب تخافين وانا معك، قل له يا ابا انا خايف لا تقول ما ادري. هنيئا لكم امام امير المؤمنين، صاحب المعتم هو يسمع، الابو الكبير هو يسمع، صاحب المجلس المعزى هو يسمع. ويلي انا خايفة لا تقول ما ادري، وانا خايفة ينهشك ستري، يقلع عينك لا يصفر لونك، اشحدهم يا زينب يقحمونك، يا ابن والدك قرت عيونك. معلوم زينب سلام الله عليها باتت هاي الليلة القادمة بهذا ونحوه هذا واشبه هذا، ليس الا، ولكن ما هي الا فترة، ما هي الا وقت، ما هي الا عبور ظرف، واذا بالحسين يقف على باب الخيمة يصيح باعلى صوته يا زينب ويا ام كلثوم ويا رباب ويا ليلى ويا رقية ويا فاطمة، عليكن من السلام، فقد دنا الوداع، وهذا اخر فراق بعد، لا تلاقي بعده. هرعنا بنات الرسالة الى الحسين احدقنا به، الى اين حمانا، الى اين رجانا، الى اين بقية السلف، الى اين نعم الخلف. اخذ الحسين رقي له الفداء، يوصي زينب الحوراء بجميع وصاياه، يعزيها بنفسه،
ربط الله على قلبك بالصبر ورزقك وشقيقاتك عظيم الاجر. تعزي بعزاء الله، اعلمي ان اهل الارض يموتون، اهل السماء لا يبقون. مات من هو خير مني. زينب صبري، الله جعل لكن اجر وشرف، هذا كله يجي بالصبر، والا الجزع ما يجي شيء ابدا. صاحت زينب اخي ابا عبد الله فابتلي من بعدك بهؤلاء المذاعير، ليت الموت اعجمن الحياة ابا عبد الله. الحسين قال لها يا اخي زينب سكينة شو ما هي مع النسوة؟ قالت هي جالسة في خيمتها تبكي هناك. دخل ابو علي يتنقل من فاجعة الى فاجعة، من ثكلى الى اخرى. دخل على سكينة، شاف سكينة جالسة واضعة رأسها بين ركبتيها تنشد نشيدا عاليا. جلس الى جنبها، ابويا سكينة انا موجود، نفسي يصعد وينزل لا تبكي. قالت ابك انك قد استسلمت للموت، اشوف هاي النهاية بعد متهيأ. قال بلى بني، كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت ردنا الى حرم جدنا. قال هيهات، لو ترك القطا ليلا لغفا ونام. يا ابويا نروح كل احنا فدايا، يا ابويا نروح كل احنا فداياك. دخلنا للقبور يا حسين وياك. غابة يا ابويا وقعدتناك. خرج الحسين سلام الله عليه واذا بفاطمة من آل عقيل ضمها الى صدره، شافت ترتعد. فاطمة بني ما داكي؟ قالت عم العطش قد اضر بك، توديني وياك للعلقمي تسقني ماء. قال بني انا ذاهب اليهم اخبرهم بظمئك. قالت كلا تمضي وترجع ذاك يطول علي، لكن احملني معك الى ابي وعمومتي. قال بني اذا حملتك من الذي يردك؟ صاحت زينب بني فاطمة انزلي احرقت قلوبنا اجريت دموعنا. راح الحسين يحمل دار عنان جواد، يكون يحمل على القوم، يكون تبتدئ الكارثة. واذا بالصوت من خلفه اخي حسين قف لأونيها. التفت الحسين واذا بزينب حافية تعدو على رمضاء كربلاء. زينب ما تريدين؟ قالت اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. فتح الحسين عن صدره ونحره، قبلته في صدره، شمته في نحره، ثم التفتت الى جهة المدينة. امها فاطمة وديعة ردت، رهينة اخذت. الله اكبر. خلصت؟ لا، اراد ان يحمل على القوم واذا بالندى من خلفه ابا حسين قف لأونيها. واذا برقية صغيرة تعدو على رمضاء كربلاء. رقية ايش طلعت؟ قالت ابا انزل من على ظهر جوادك، اجلسني في حجرك واصنع بي كما كنت تصنع في اليتامى. برز الحسين سلام الله عليه. زينب يقولون الراوي يقول لبسنا ثياب غير ذيك الثياب، القينا ما عليهن من حلي واسوره وحلل واشباه ذلك لئلا يصبحن مطمع للعدو. يردن يفرن بشرفهن فقط بأبيهن وأمي. وأما المال رميناه ونبذنه نبذ النواة، مصفرات الوجوه، مرتعدات الفرائص، واقفات مصطفات على باب الخيمة. زين العابدين في خيمته داخل السرادق. الحسين سلام الله عليه صوته يعلو على الأصوات، يصيح الله أكبر في المعركة. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي. إشارة إلى من سمع الحوراء، يعني أنا بعدني في قيد الحياة. زينب لا تخافين، النساء لا يخافن. الحسين يقاتل ويرجع، يقاتل ويرجع، يقاتل ويرجع، إلى أن خمد صوت الحسين، صوت بعد ما كل الحسين. الله أكبر.
الى هنا النسوة مجنة، ما جل النساء بعض للبعض الاخر. واحدة قالت لا اسمع لابن امي صوته، ذيك قالت بلى ولا ارى له شخصا، ذيك عرت قالت لعل الخيل حالت بيننا وبينه. صاحت زينب حاش ابن امي ان تغمه خوي او رجال. لكن انا اجيب الخبر، دخلت على زين العابدين، عم يا ابن اخي ارى الكون قد تغير ولا اسمع لابن امي صوت ولا ارى له شخص. قال عم سنديني الى صدرك، ارفعي لي طرف الخيمة. فعلت الحوراء ذلك. تأمل هنيها، قال عم اجمع العيال والاطفال في خيمة واحدة. بالعزيز على امير المؤمنين، عم اجمع العيال والاطفال في خيمة واحدة. عم تهيئي للسبي. ما الخبر؟ قال عم ذاك راس ابي يلوح على يا سلام تاج حسين قل وين لباس، يا سلام تاج حسين قل وين لباس. يقل هالتاج شلش بيه صد على الرمح راسه. ما نعمل يا ابن اخي؟ وين انتم شو نسوي؟ قال عم فروا على وجوهكن في البيداء، كل واحدة تاخذ ما كان، تقبض على صبي او صبية، طفل او طفلة مهما امكن. فررنا بنات الرسالة من خيمة الى خيمة ومن خباء الى خباء، وهن ينادين وضيعتنا بعدك ابا عبد الله. زينب وين؟ زينب ما اتجهت كما اتجهنا النسوة، وانما زينب اتجهت حسب مسؤوليتها الى مصرع الحسين، تقوم وتتعثر، تقوم وتتعثر وتكبو، الى ان انتهت الى التل وقفت عليه. صاحت برفيع صوتها نور عيني يا حسين، ثمرة فؤادي يا حسين، حبيبي يا حسين، ان كنت حي فهذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميت فامرنا وامرك الى الله. ماكو جواب. الحسين ما عنده كل جواب ابدا. انحدرت من التل. تعرف الخط اللي كان يستعمل الحسين في ذهابه وايابه؟ اتجهت نحو ذلك الخط، بصر بها شبث بن ربعي، هذا يد فرد صاحب اصحابه ويحكم، هذه بنت علي بن ابي طالب، هذه شقيقة الحسين. بدكم تسووا لها درب خل توصل الى اخيها ابي عبد الله، بدكم تسووا لها درب خل توصل الى اخيها ابي عبد الله. جواب ماكو من ذولاك الصعاليك الزعانف. مرتين كل جواب ماكو. رجع الى ابن سعد، دموعه تتحدر على لحيته المشومة. يا ابن سعد ارعبنا قلوب بنات علي بن ابي طالب. قال له انت رسولي اليهم. جاء شبث ينادي قوم افرجوا لزينب بامر من الامير. عندئذ افسحوا للحوراء. سلكت الحوراء بين الصفين تتعثر بذيلها الى ان انتهت الى مصرع ابي عبد الله. هنيئا لك يا امير المؤمنين، اقر الله عينيك باللبوءة هذه. وقفت على جسد ابي عبد الله، رأته بتلك الحالة باخر رمق من الحياة، رفعت طرفها الى السماء قائلة اللهم تقبل منا هذا الاضحى. ثم صاحت اخي كلمني بحق جدنا، كلمني بحق امينة، كلمني بحق امنا فاطمة. فتح الحسين عينيه. زينب مو كسرتي قلبي زدتي كربي، ارجعي وخي الى خدرك لتحفظي لي العيال والاطفال. يا بعيالك بعيني لو ظهري لك عيالك، وبروح لزجت لك اطفالك. رجعت الحوراء زينب بأبيها وامي.
اخذت تجول خلف الصبية والاطفال والنسوة، فلان اوقفي فلان اوقفي، الى ان جمعتهن في صعيد واحد. الجيش متلابس بالمخيم، النيران اخذت تشب في بعض المخيم. جاءت بصبية صغار لآل علي، ربطت واحد بالثاني، قالت اولادي اذهبوا الى ذلك الفارس قلوا لعمتنا تقول اخرج الخيل والرجال من المخيم لناوي اليها عشية هذه الليلة. جاء الصبية يدرجون بين حوافر الخيول الى ان انتهوا الى ابن سعد، اجهشوا بالبكاء بين يديه. ما تريدون؟ اخبروه بمقالة عمتهم. بكى عمر بن سعد وصاحب اصحابه ويحكم اخرجوا من المخيم. حميد بن مسلم يقول لي يقول شفت طفلة صغيرة ترتعش قبضت عليها، بنية ما دهاكي؟ قالت شيخ ان العطش قد اضر بي. يقول اشفقت عليها، جئت بها الى العلقمي، اوقفتها على الشاطئ، علوية هذا الماء اشربي منه. يقول اخذت تمعن النظر من الماء ثم صفنت فرد مقدار، اطرقت براسها، علوية اشربي. يقول التفتت الي ان قطعت نياط كبدي، وقال الشيخ كيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشان. انا اشرب لذيذ الماء خاشف، انا اشرب لذيذ الماء خاشف، واهل قضوا كلهم خاشف. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. شافي جميع المرضى، البسهم ثوب الشفاء والصحة والعافية، وفق المشتغلين العلم والعمل الصالح، ايد وسدد علماءنا العاملين، اهلك من اراد السوء بشريعة سيدنا سيد النبيين والمرسلين. ارجع المسافرين الى اوطانهم.